ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل فعاليه مهرجان القاهره الدولي للنجوم، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي اليوم بمذيع المشاهير، النجم الجميل اللي انا بحبه، الاعلامي الشهير، اعلامي الحدث اليوم اللي مكسر الدنيا، سعيد المليجي. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك بالاعلام المحترم استاذ ياسر بشاره. انا بجد سعيد ان اعمل معاك لقاء، يمكن اول مره اعمل لقاء واتقابلنا كذا مره، بس طبعا كان انت عندك شغل وانا عندي شغل، ما كانش ليه حبيبي انت سعيد ولا ياسر؟ انا سعيد بيك حبيبي. طبعا شكرا على التقديمه الجميله ديت، وانا الله يخليك بجد انت اعلامي محترم وانا سعيد جدا باللقاء معاك. ومهرجان القاهره الدولي للنجوم طبعا مهرجان ناجح بكل المقاييس. اتكلمنا بقى على اجواء والتنظيم كان عامل ازاي؟ والله انا شايف حاليا نجوم كبيره، المطرب الكبير ابراهيم عبد الخالق، والفنان الكبير احمد ماهر، والفنان عادل الفار، والفنانه سميرة عبد العزيز، وكل النجوم يعني، والقنوات الفضائيه والصحافه والاعلام، كل القنوات النهارده جايه النهارده تغطي الحدث الكبير دوت، لان حدث كبير جدا. وبقول بالتوفيق للدكتوره رشا شوقي والاستاذ احمد، طبعا احمد الافندي، وكل واسامه البدري، والاستاذ اسامه البدري طبعا غني عن التعريف. المهرجان نجح بكل المقاييس. لفت انتباهك تاني كمان؟ لفت انتباهي ان انا شايف التنظيم كويس قبل كل شيء، شايف مهرجان ناجح في بداياته، وشايف الناس حلوه والناس مبسوطه، الناس سعيده، عرفوا يعملوا سيستم كويس، ينظموا كويس، يختاروا المكان المناسب في المكان المناسب. تمام. برنامجك يعني انا طبعا مكسر الدنيا، الله يخليك، وانا يمكن من ضمن اللي انا يعني متابعينه، وانا بحب يعني دايما بتنوع فيه، ودايما بتكر فيه، ودايما بتبقى للامام اكتر، ومميز كمان عن كل البرامج اللي انا بشوفها، مع احترامي لزمايلي طبعا. بصراحه حبيبي. انا مكسر الدنيا حبيبي. انا بصراحه سعيد بيك النهارده، وبشكرك جدا من المهرجان، وبتمنى لك كل التوفيق والسعاده. ودايما قول حاجه قبل ما اختم. والله قبل ما تختم، انا كلامك وسام على صدري، يعني اذا كان نجاحي او حضرتك متابعني كاعلامي وكصديق، وكل الناس متابعاني والالقاب اللي انت بتقولها لمذيع النجوم والمشاهير دي، الحمد لله مفيش حد بيقول على نفسه كده. الله يخليك. طبعا الجمهور او الاعلاميين، شغلك واجتهادك سنين طويله، يعني الحمد لله بفضل الله. لا انا اعتبرني بقى نزلت من الاعلامي، اعتبرني انا فعلا مشاهد زي اي حد بالبيت بيتفرج عليه. شرف لينا والله، وكلامكم دوت بيبسطني جدا وبيسعدني في المهرجان القاهره الدولي للنجوم. فده وسام على صدري، يعني محبتكم ودعمكم ليا، فده سر نجاحي، وبحب الخير للناس كلها قبل كل شيء. احنا بنشكرك ونتمنى لك كل التوفيق والسعاده، ويا رب دايما بصحه جيده، وان شاء الله نتقابل بعد كده ونعمل لقاء تاني مع بعض، مهرجان لمهرجان، ونجاح ان شاء الله باذن الله. شرفني الاعلامي الكبير طبعا ياسر بشاره غني عن التعريف، بابتسامته الجميله، باحترامه للناس، فتحياتي ليك. انا بشكرك جدا. شكرا لك يا فندم. شكرا.